ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب دايما بخير. مين انا عبد الرحمن. بعمل ايه هنا؟ مش مهم. المهم ان انا بحاول ان انا اسافر والف الدنيا باقل تكاليف ممكنه، وعارف ان موضوع السفر ده ليه تفاصيل كتيره، ولكن انا قررت اخد منه تفصيله واحده قلت اشاركها في فيديو يمكن الناس تستفيد منها. طيب، ايه التفصيل اللي انا بتكلم فيها؟ هي انه مثلا الطيران الاقتصادي زي ويز اير او راين اير مثلا بيسمح لك ان انت تاخد شنطه باك باك فور فري على الطياره من غير ما تضطر انت تدفع لها فلوس يعني. فده انا عملته ان انا دخلت على امازون، كتبت باك باك سوتبل فور ويز اير وحطيت القياسات المناسبه بتاعتها اللي هي 40 في 30 في 20. وبعد كده قعدت ادور 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 لحد لما طلعت بثلاث شنط ب 150 او 160 درهم واقل. قلت اتفحصهم واصورهم في فيديو يمكن الناس تستفيد يعني. طيب، ايه اللي انا عملته في الفيديو ده؟ هتلاقي فيه ثلاث حاجات في الفيديو ده. اول حاجه فيرست امبريشن عن كل شنطه من الثلاثه. الحاجه الثانيه ان احنا عملنا زي مخطط، وقلنا هناخد الهدوم دي لخمس ايام، وقلنا هنشوف هتفت في انهي شنطه بشكل افضل. التست الثالث او التجربه الثالثه اللي احنا عملناها ان احنا خدنا الثلاث شنط دي للمطار علشان نشوفها على الاكشوال سكيل، السكيل الفعلي بتاع ويز اير، عشان نشوف انهي واحده مناسبه او هتخش في السكيل بتاعهم او الثلاثه. تابعونا وهتشوفوا الكلام ده كله. وفي اخر الفيديو هكون عامل لكم ملخص كده بتجربتي مع كل شنطه كانت عامله ازاي، وايه اللي انا الاوبشن اللي انا مشيت معاه. انتوا ليكم الاختيار يعني، انتوا ايه اللي انتوا مفضلينه. طيب، خلينا نشوف الشنطة دي بتقول ايه. ده شكلها من بره. لو فتحناها دي شكل المساحة من جوه. هنا ده الناحية دي ما بتفتحش بشكل كامل. انا عندي السوست عاملة عائق في الموضوع. هنا عندي شاحن يو اس بي، البورت بتاعه من هنا، المخرج بتاعه من هنا. عندي هنا في مساحة لللابتوب. عندي هنا في كم من بوكيت. تمام، هنا في النت بتاعتي. هنا مثلا ده مساحة القلم. هنا برضو حاجة صغيرة، ورق أو حاجة. وعندي فيه بوكيت من هنا، يعني برضو مساحته مش أكبر حاجة. لو قفلنا الشنطة كده نلاقي عندي هنا في سوستة من بره. دي اكشلي مساحتها جوه غويطة لحد الآخر يعني. وعندي هنا في للحاجات السانيتاري، الشامبوز والكونديشنرز، عشان لو حصل اي ليكس او حاجه. الماتيريال بتاعتها لطيفه يعني. من هنا برضو عندي السوسته ايزي اكسس لللابتوب. حاسس انها هتبقى عائق شويه لو الشنطه مليانه حاجات، ان انا اطلع اللابتوب او التابلت بسهوله. لكن لو هي ممليه بشكل لطيف يعني، مش على اخرها، اعتقد تقدر انت تطلع اللابتوب على طول يعني. على الظهر عندي الربطة بتاعت الويست. عندك هنا لو عايز تحطها في شنطة السفر، بوكيت للباسبور مثلا، ضيق سيكة. والسوستة مش أفضل حاجة صراحة. من هنا عندي من الجناب في اللوكس اللي هنا، برضو في واحد من فوق هنا. أعتقد دي هتعيق شوية في الفتح والقفل بتاع السوستة دي، لأنها رامية لورا كده شوية. الناحية التانية عندي في الواتر باتل، الكابتشينو، لون الكابتشينو. طب شكلها من بره لو فتحناها، سلام. عظيم جدا انها بتفتح كلها لبره. It's very satisfying صراحة. عندي مساحة هنا كلها جوه لللبس. ما عنديش اي مخرج للتشارجر، باور بانك او حاجة. عندي هنا البوكيتس برضو. تمام، نت واحد للقلم، واحد هنا برضو ورق. هنا عندي اكشلي جيب واسع هنا، تمام، غويط لحد هنا. من بره عندي جيب هنا برضو، مساحته حلوة جدا يعني. كل ده مساحته واخد طول الشنطة كلها. وعندي برضو
هنا للسانيتاري ستاف، حاجات الحمام. الماتيريال بتاعتها برضو لطيفة. اللي على ظهرها ده شكل السترابس بتاعتها. فيها هنا برضو لو عايز تحط في شنطة السفر. عندي سوستة هنا بتاعتها لطيفة تمام. فتحت تقفل بشكل لطيف يعني. برضو اكشلي ما عنديش اللي هو اللوك بتاع الوسط ده. عندي من الجنب هنا اللوك الجنب دول. مش عندي اي مكان لازازة مية برضو. ممكن تكون بلس ممكن تكون ماينس موضوع المية ده، لان هو موفر المساحات اكتر جوه الشنطة. كمان عندي في سوستة تانية هنا كاملة ورا، ممكن لللابتوب او لهدوم تانية حتى يعني. غويطة ولطيفة جدا صراحة. فمن ناحية الماتيريال يكون مساعد انها تكون كلها مرنة بالشكل ده، انها تتفتح وتقفل بشكل سهل يعني، علشان تفيد اكبر قدر ممكن يعني. يس سير. طيب الشنطة دي كمان معانا، تفتحها برضو معايا تفتح لحد آخرها. عندي برضو مساحة لا بأس بها للتخزين. عندي الستراب اللي هو بيقفل على الهدوم تمام، ده مش موجود في الشنط التانية. 2 شواحن تايب سي ويو اس بي تمام. حتى من هنا برضو المخارج بتاعتها برضو في تايب سي هنا ويو اس بي. عندي هنا جيبين، واحد هنا للسانيتاري ستاف. دي هنا برضو الشبكة تحط فيها ممكن شربات مثلا ولا حاجة. قفلناها كده. عندي من بره هنا هنا اكشلي عمقها لطيف جدا. عندي اكشلي من هنا في سوستة تانية تمشي تحط فيها هدوم. في جيب هنا مثلا للايباد، جيم لللابتوبس. حلو قوي بصراحة. عندي من الجنب هنا في بوكيت للواتر بوتل لازاز المية. تعال من الظهر كده. عندي حزام بتاع الوسط ده. عندي هنا مكتوب اير سيستم لو عايز تحط على شنطة السفر. وعندي هنا بوكيت ضيق صراحة على قد مثلا الباسبور، وحتى عليها هنا تاج بيقول لك انها كاري اون ترافل باك باك وسبورتد في كل الايرلاينز دول. بالنسبة لي ويز اير هو المهم. بصراحة ستايلش جدا. عاجبني شكلها شيك بصراحة. وده كان تيست رحلة ال5 أيام اللي عملته.
طيب رايي ايه في الشنط؟ صراحه الشنطه السوداء الاولانيه كان عندي مشاكل معاها، عندي مشاكل في السوسته انها ما بتفتحش كلها، مضيقه عليا وانا بحط اللبس. عندي مشاكل ان انا لما حطيت فيها الهدوم كلها وقفلت الشنط بان عليها الشد، بان عليها، ابتدت تبان في الخياطه بتاعت الشنطه، وحسيت انها مش دورابل قوي، ما تستحملش قوي سفره ل5 ايام. بس طبعا لو اقل من كده تستحمل معاك. ولكن انا بالنسبه لي انا بفكر في الشنطه اقدر اخدها لاكبر عدد ايام ممكن يعني. فبالتالي استبعدتها من الحسبان بتاعي، مع انها كماتيريال كويسه تتناسب مع ويز اير والسكيل بتاعهم، مفيش اي مشاكل، شفنا في التيست بتاعنا. ولكن انا استبعدتها لان انا شفت فاليو اكبر في الشنطتين التانيين. طيب الشنطه كابوتشينو بالنسبه لي كانت رائعه رائعه رائعه، كانت فيري فلكسبل، القماش بتاعها مرن جدا، ريحتني جدا وانا بحط الهدوم، ما حسيتش بيها بصعوبه ان انا حطيت هدوم ل5 ايام. السوسات بتاعتها مريحه جدا، الشنطه شكلها شيك الحقيقه، ما فيهاش البوكيت بتاع الميه، ما فيهاش الستراب بتاع الوسط، ما فيهاش مخارج للشواحن. ولكن انا بالنسبه لي المساحه جوه الشنطه هي اهم حاجه. الناحيه التانيه برضو الشنطه السوداء كويسه جدا، برايس فول فاليو بتاعها عظيم. انا لما اشتريتها كانت باقل من 100 درهم، سعرها الاصلي اقل من 120 اعتقد، ولكن البرايس فور فاليو بتاعها عظيم. الماتيريال بتاعتها حلوه جدا، عندها الستراب جوه الشنطه عشان يقفل على الهدوم، عندك مخرج لشاحنين تايب سي ويو اس بي، عندك مكان للميه، عندك الستراب بتاع الوسط، شيك جدا، الماتيريال بتاعتها حلوه جدا. فالاوبشنين حلوين جدا، ما عرفتش اختار بصراحه بينهم، فهسيب لكم الاختيار، شوفوا انهي اوبشن انتوا ممكن تفضلوه. سيب لكم برضو اللينكات بتاعت الشنط في الديسكربشن لو عايزين تشوفوهم. قولوا لي ايه اللي عجبكم، وبس اشوفكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم.